مساء الفل، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة للغداء او العشاء سهلة جدا وسريعة. وكمان لذيذة جدا في الحر وفي الصيف. هنا عندي نص كوباية من اللبن الفاتر، دي حوالي 100 ملي او 150 ملي، مش كبيرة قوي يعني. نزلت عليها بنص معلقة من الخميرة الفورية ومعلقة ونص من السكر. انا عامله 3 كوبايات دقيق، مش عامله كميه كبيره، فنزلت بنص معلقه بس من الخميره، ومعلقه نص المعلقه تكون مليانه معلقه معياريه. وهقلبهم كويس لغايه لما الخميره والسكر يدوبوا في اللبن. هنا عندي 3 كوبايات الدقيق، انا نخلهم كويس قوي، نزلت عليهم بنص معلقه من البيكنج باودر، وهنزل بجزء من الدقيق على الميه وعلى اللبن والخميره، وهبدأ اعجن. هنا كمان نزلت بيه معلقتين من زيت الزيتون، وزيت الزيتون مهم جدا علشان هو اللي هيديني الطعم بتاع المعجنات بتاعت بره، هو اللي بيديها الطعم بتاع البيتزا اللي بنجيبها جاهزة. وهنزل بباقي كمية الدقيق ده دقيق مخبوزات او دقيق، او لو مش متوفر دقيق المخبوزات نجيب دقيق لكل الاغراض. اهم حاجة ان احنا ننخله كويس قبل ما نشتغل بيه. وكمان احتجت معاهم ربع كوباية من المية الفاترة، طبعا المية بتزوديها لغاية حسب نوع الدقيق بتاعك ما يقبل سوائل، لغاية بقى لما العجينة تلم مننا كويس. وبعجنها كمان لمدة 10 دقايق لغاية لما احس ان العجينة كده نعمت معايا، هسيبها بقى ترتاح حوالي ساعة تخمر كويس. هنا كانت العجينة خمرت، هبدأ افضي منها الهواء. وهلف العجينة رول. انا هعمل بيتزا بس مش هعملها بيتزا بالطريقة التقليدية بتاعتنا، احنا هنعملها سندوتشات، فهقسمها 3 قطع، يعني الكمية دي عملت معايا 3 سندوتشات من البيتزا. كل قطعة باخدها اعملها اكورها كده، ونبدأ بقى نفردها بالنشابة. اهم حاجة ان احنا نفردها سمك يكون رفيع، يعني سنتي سنتي ونص بالكتير قوي، لان احنا لسه هنرولها عشان هتبقى ساندوتش معانا. هنا بقى هنزل بالحشوة بتاعتي. نزلت بيه معلقتين صلصة، ومش بحب اكتر في الحشوة قوي في الصلصة او في المواد السائلة عشان ما تفكش مننا في الفرن او تفتح منك والحشوة تطلع. هنا هنزل بقى بالسوسيج او الهوت دوج بتاعي، وكمان آه، جبن. ده ميكس جبن شيدر على موتزاريلا وفلفل اخضر، اي حشوة تحبيها. اهم حاجة ان الحشوة معاكي تكون باردة، ما تكونش سخنة خالص واحنا بننزلها في العجينة. وهنزل برشة من الزعتر، وهنبدأ بقى نلف العجينة كويس قوي ونرولها، واحنا بنلف نحاول نقفل كده بحيث ان الحشوة بتاعتي ما تخرجش من بره العجينة. انا بقفلها كويس وبضغط عليها، وبنقفل الجناب بتاعت او الجوانب بتاعت العجينة كويس قوي، ونتأكد ان هي اتقفلت، يعني اكدي عليها كويس قوي علشان ما تطلعش منك الحشوة بره وقت التسوية او تفتح معاكي في الفرن وقت التسوية. وبضغط عليها جامد على قد ما اقدر علشان اتأكد انها قفلت معايا كويس جدا. هنا بقى هبدأ اجيب الصاج بتاع الفرن او صينية. انا حطيتها في صاج الفرن وحطيت عليه ورق زبدة، بحطها على الصاج على الوجه اللي احنا قافلينه، بحيث ان احنا نبقى مطمنين ان التقفيلة بتاعتنا من تحت. او تحطيها في صينية وتكوني دهنة الصينية دي فرشة من الزيت. هنا هعمل واحدة تانية معاكم بحشوة تانية. برضو الصلصة معلقتين صلصة صغيرين مش كتير، وعندي هنا لحمة معصجة برضو تكون باردة، وهنزل بالفلفل الاخضر والجبن. اهم حاجة تحاولي تكتري من الحشوة فيها الجبن عشان الجبن هي اللي بتمسك الحشوة معانا. وهقفلها برضو معاكم بنفس الطريقة الاولانية، بحيث ان احنا نشوفها تاني ونشوف نضغط عليها جامد واحنا بنقفل علشان الحشوة ما تطلعش مننا بره. وطبعا زي ما قلت لكم ان سمك العجينة يكون آه، رفيع، يعني سنتي كفاية قوي علشان احنا بنرولها فما تبقاش سميكة معاكم. وهقفلها بقى كويس قوي.
وبرضو هنحطها على الصاج بتاع الفرن من الجهة اللي احنا مقفلين منها العجين. انا عملت التالتة كمان مع نفسي وسبتهم يرتاحوا ربع ساعة قبل ما هندخلهم الفرن. قبل ما ادخلهم الفرن بقى في حاجة لازم نعملها. انا بحب ادهن الوش بتاع العجينة بتاعتي. ممكن تدهنيها بيضة او نسكافيه بمية، لكن انا عملت هنا زبدة، حطيت على وشها زبدة. الزبدة بتديها لون حلو قوي، وكمان هتديها طعم حلو قوي. فانا دهنتها بفرشة كده بالزبدة تكون سايحة طبعا معاكي، وبدهنها كويس وادخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في الوسط لغاية لما تاخد لون من تحت، وبعدين بنفتح عليها الشواية. ده بقى كان شكلها لما طلع. اخدت لون جميل جدا. عايزاها تبقى شوية من بره كراست كده سيبيها ما تغطيهاش. لو عايزاها تطرى معاكي وتبقى طرية نغطيها بفوطة شوية كده لمدة 10 دقايق، هتلاقيها طريت معاكي واحتفظت بالطراوة بتاعتها. هنا بقى انا عايزة افتحها واوريها لكم من جوه بتبقى مستوية ازاي وطرية جدا، والجبنة بتبقى سايحة فيها، بتبقى تحفة جدا. دي كانت وصفة النهاردة، تنفع جدا في الصيف للنوادي. تقدري تاخديها بديل للسندوتشات وحاجة مختلفة. يا رب يعجبكم الفيديو بتاع النهاردة، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.